الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعاية البيت وأسرته. ازيك يا عنون عاملة ايه؟ ازيك يا استاذه منال شفيق، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. الدنيا ساقعة اليومين دول والموضوع صعب، بيخلي الواحد بقى ايه الصوت الشتوي يطلع. استاذ الشتوي. لا عندي. انا عندي درجه الحراره يعني بقت 35 و36 وصيفنا. انتي طبعا بتتكلمي على 35، دي ايه ده؟ فahrenheit سيليزي، ولا ايه؟ لا فahrenheit 80. اه منال. لا. لا انا اصلك في تكساس الاسبوع ده عندنا حر غريب، يعني غريب اللي هو ايه ده يا جماعه، ده انتوا فبراير ده ولا ايه؟ بتتبصروا. هو بنتبستر وبقول لك الاسبوع الجاي موجة سقيع اللي هو بقى ايه. انت هتايه يعني هتايه. ما ده بقى يخلينا بقى ايه ندخل في موضوعنا الجميل بقى، الصوت الشتوي يطلع ونتكلم على الرجوله. مفهوم الرجولة. طب وده هيخلينا بعد كده نعمل مفهوم الانوثه. لا، احنا ستات، احنا نتكلم عن احنا الرجاله. نبقى احنا والله نبقى هم بقى يبقوا متحيزين يعملوا قوي. حلقات للرجاله للستات لوحدهم بقى. اه احنا نبقى متحيزين جدا بصراحة، شايف ان احنا مش هنبقى عادلين، يعني الواحد يقول اللي ليه ولا عليه. لا والله انا بحاول ابقى عادله. لا انا متحيزة للأنثى انتي للأسف. لا انا مم. للاسف مش متحيزه للانثى، مش عارفه ليه. انا يعني الانثى دي تعباني تعباني في دماغي، خصوصا الناس اللي على الفيسبوك. اه انتي قاعدة بقى مراقبة. اه انا يعني انا عندي كميه فريندز على الفيسبوك وبحب اتابع الناس، وبوصل لمرحله بقى بت انفولو بقى كفايه كده بقى ايه. العته الفكري والعفن ده كفايه عليا. طيب وانا مش بكلمك عن ناس لا انا بكلمك على بنات بقى صغيره وفي العشرينات والدماغ في مم. الشلاح. ما انا هقول لك حاجة، يعني انا والولاد منكرش برضو يعني بصراحة. ما اقدرش اقول لك ان الولاد بقى يعني مش ما هماش علماء فيزياء يعني. انا منكرش يعني، كل مرحلة بيبقى ليها حماقتها. انا اعتقد ان انا برضو ايه عشريناتيتي وكانت مش يعني كنت بحس ان فيها حاجات كتير، اللي هو ايه العبط ده، انا كنت بعمل كده ازاي يعني. ده حقيقي. فاهمة. ده ف حقيقي. فاحنا تطرقنا بقى لايه مفهوم الرجوله بسبب ايه حاجات كتيره قوي. منها ان انا كان عندي ناس بنات على الفيسبوك كانت تكتب بقى انا مش هتجوز غير لما يبقى راجل بجد. طبعا ايوه يعني ايه ولو سألتيها يعني ايه راجل بجد مش عندهاش اجابة. سالتها والله ما انا رد. انا والله انا ذات نفسي، يعني ايه راجل بجد؟ ايه يا جماعة ده؟ يعني ايه اصلا؟ لا في واحده كانت كاتبه الا لما يبقى راجل بجد، فقلت لها يعني ايه راجل بجد. قالت لي يعني إيه يفتح بيت وما يبصش لفلوسي، واللي هي مثلا بتقبض 2000 ايه 3000 ده؟ جنيه في الشهر يعني. ايه فانا ده؟ سوبرمان. فانا دخلت قلت لها يعني طب انتي الشغل بتاعك بياخد من وقت البيت وانت بتاع بقى بتعملي ايه بالظبط؟ 8 ل 10 ساعات. انا كراجل، انا واحد راجل هديكي 8 او 10 ساعات من وقتي ووقت بيتي وعيالي عشان انتي تعملي كنز تكنزي يعني. اه بالظبط كده. فطبعا كان في كده. هي دايما خدي بالك بتبقى خطة الهروب، عشان يوم ما يطلقني يبقى ما اعرفش ايه هي كده، يعني هي دي خطة الهروب، فاهمة. ما هي ده للانسان اللي بيبص تحت رجله يعني بص، هو. يعني على فكرة انت قاسية، وانت هتخلي ناس كتيرة تزعل مننا. ايه دي كده شوية. انا هقول لك ان احنا الجيل اللي فات اللي هو انا مواليد الثمانينات اخر الثمانينات ومواليد التسعينات اتولدنا في مصر. معظمنا امهاتنا بتشتغل، انا امي ما كانتش بتشتغل بس امهات اللي حواليا كلهم بيشتغلوا. انا امي برضه ما كانتش تشتغل، بس خالتي كانت تشتغل. خالاتي كلهم بيشتغلوا وعماتي كلهم بيشتغلوا والجيران كلهم بيشتغلوا. انا مامتي كانت سبيشال كيس انها قاعده في البيت اصلا. امم. فكان الستات بتشتغل في وظائف حكوميه اه او مدرسات. والفلوسهم هي بتتحط. الأغلبية تبقى وظائف حكومية، لأن دي اللي بتديكي المساحة إن أنت تطلعي بترجع الساعة الساعة 2 2. 3. اه ايوه بالظبط. وبيعملوا ايه بالفلوس بتاعتهم؟ هل هم بيكنزوا بقى وبيبنوا عمارات لا، كانوا وبيجيبوا بيساعدوا. بيساعدوا في البيت بيساعدوا عشان كانت الحياة صعبة. طب دلوقتي الحياة أصعب من زمان. دلوقتي الحياة أصعب، بس في نفس الوقت
اعتقد السوشيال ميديا ليها عامل كبير 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 في فكرة ان انت تقارني وتشوفي وتبصي على حاجات قد تكون مش واقعية اصلا. ده حقيقي. واحدة تشير ستوري، ده انا وجوزي رحنا النهارده المالديفز. ايوه، ده ما مش هو ده مش الطبيعي. انت مش بالظبط. كل يوم صاحية رايحة المالديفز، ولا رايحة هنا، ولا رايحة هنا، ولا النهارده جوزي حب يفاجئني وراح عامل لي ما اعرفش ايه. بس ده بقى برضه ده من مستوى من الناس بتبقى، يعني برضه مستوى من الناس عبيط، ما هو مش الماجوريتي، يعني مش الأغلبية. لا، ما هو مش الماجوريتي. بس انت لما تقعدي تبصي كده، طب وانا ينقصني ايه يعني عشان اكون في الحتة دي؟ هي دي اه، ممكن الفكرة. ممكن اللي مستنية راجل اه. بجد، مستنية اه. حاجة زي ومرة بقى واحدة بتقول واحدة. طب انا هقول لك على موقف كان ظريف. كان في واحدة قاعدة على الفيسبوك بتقول: لن أتزوجه حتى يعاملني كالبرنسيسة. فأنا وريت جوزي، وكنت واقفة مثلا بقالي نص ساعة بقطع بطيخ عشان عندي اخواتي وبتاع، وواقفة بقى بكمية بطيخ بقى مش طبيعية. قلت له: بص البنت دي كاتبة ايه؟ فقال لي: بس انا بعملك كالبرنسيسة. قلت له: في برنسيسة بقى لها نص ساعة بقطع بطيخ في المطبخ؟ فهو قعد. يا جماعة اقسم بالله من ما هو ده اللي انا بقول لك. ولا مثلا اصل صالحني وعمل لي ما اعرفش ايه. ده مش ما الطبيعي. هم في الاخر انا بيطلقوا يا استاذة منال، يعني ما ديكي انا شفتي ريمو انا لما بربري بتجوز انا مش مستنيه جوزي يعمل معايا كده، لا ولا فما نفسي في ورد يا ابراهيم. اه، فاحنا بقى بنتكلم في مفهوم الرجولة، ودي طبعا يعني لما احنا واحنا انا هقول لك، انا كنت بتفرج على بودكاست من اسبوعين مثلا، الاسبوع اللي مم، فات يمكن. حلو. ف كان لآية شعيب، عارفاها اه، البنوتة. عارفاه، اه. فهي برضو ايه زي حالاتي كده، سنجل مام وعندها ايه طفل وبتاع. ف اتسألت سؤال كان حلو قوي ووجعني وزي ما وجعها بالظبط. يعني هو اه. بيقول لها ايه تعملي ايه، او آية هتعمل ايه وهي بتخطط لحياتها في المستقبل، وهي عارفة ان ابنها ده مش جزء من المستقبل ده. بمعنى انها هتتجوز وهتخلف، هو ما بقاش جزء من المنظومة، هو هيبقى بس بس الباس ده هو اديشنال، هو حاجة امم متضافة عليه. ماشي. هي اتأثرت قوي وقلبها، عارفة قلبها وجعها. يعني هو صعب عليها، لان انت لما بتفكري في ابنك في الاول وفي الاخر، او ماشي. بنتك. آم، راحت مدمعة وقالت له انا يعني الجملة دي وجعتني قوي، ان احساسي ان هو ممكن يكون انا حياتي بتمشي وهو ممكن تكون لسه حياته واقفة عند نقطة معينة. اه. ف... فالرك على الطرف الآخر اللي هيبقى معاها في المعادلة دي، ازاي هيقدر يستوعب ويشمل الولد ده في القصة دي، في الحياة دي. امم آم، وهنا راحت قايلة اللي هي ايه حتة ايه مفهوم الرجولة. ورحت سائلة نفسي، طب هو انا مفهوم الرجولة بالنسبة لي ايه؟ اه. انا دي حاجات على فكرة انتي مخنا بيشتغل بيها تلقائيا من غير ما يفكر. آه، امم وافتكرت قصة عندي قصة من الأصدقاء، قصص يعني مأساوية وحلوة في نفس الوقت. آه، كان عندي واحد صديق عزيز يعني عليا. بابا ومامته انفصلوا بعد ما اتولد بحاجة بسيطة، يعني هو يعتبر بيبي يعني. وتشاء الصدف ان ايه مامته تتجوز واحد تاني وبتاع، والراجل ده يبقى أحن عليه من من ابوه. أبوه بمراحل. اه. وإلى يومنا هذا ده بيتقال له بابا، والتاني مش عارف يقول له بابا بنفس الطريقة. اه. وكأن ربنا عوضه، فاهمة يعني. هو احنا عندنا في الدراما المصرية والموروث، شيطان مرات الأب ومرات وزوج الأم. وده مش حقيقي، يعني أنا ليا صحاب متربيين مع جوازات أمهاتهم أيوه، ده كل دلوقتي، ومع ده أنا بنتي في زوجات المدرسة نص أبهاتهم. أصحابها كده. اه، ومبسوطين، مم. مفيش اه، موضوع السندريلا دوت، يعني مش ما اكيد بالظبط. موجود، بس مش ده الطبيعي يعني. ف... آه فهي بقى كانت بتتكلم عن مفهوم الرجوله.
اه، فانا استوقفني جدا، يعني بغض النظر هو ايه المفهوم بكل، بس انا قعدت اسال نفسي السؤال ده، هو انا ايه مفهوم الرجوله بالنسبه لي؟ وقلت يعني احنا محتاجين نعمل حلقه نتكلم على ده. اولا، عندنا بعض المفاهيم الخاطئه بحكم تربيتنا ومجتمعاتنا، ادتنا ستيريوتايب معين او صوره نمطيه عن الراجل، اه مش صحيحه ومش مظبوطه. اه آه وانا شايفاكي الراجل بتضحكي الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته البيت وأسرته. دي هتبقى الدخلة دي. فاكرة فاكرها؟ لما تقوم تطمن على فلوس، فاكرة الراجل مش بس بكلمته، برعايته الراجل البيت اه. وأسرته. ده كان ايه ده كان برنامج بتاع الوحدة الصحية، كان حاجة كده حاجة. والله ما اه. فاكرة يعني، بس أنا والله فاكرة إن هو كان دايما يطلع أحمد ماهر بصوته مم. الغليظ، عشان الراجل لازم يبقى صوته غليظ، ويقول لك الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته البيت وأسرته. يعني هو خلى الراجل كلمة ورعاية. يعني وبيت. مم. كلمته لازم تمشي في البيت، ورعايته البيت وأسرته. فاحنا مم. عندنا في الشرق الأوسط، ودي حاجة أنا كنت بقولك إن هي بتتغير من مجتمع لمجتمع. يعني الراجل في الصعيد مش زي الراجل في الفلاحين، مش زي الراجل في الأرياف طبعا، أو في بعض في الوجه الأعراف طبعا، البحري. بالظبط. بالظبط. ومن زمن لزمن، ومن فرد لفرد، يعني حتى مفهوم عايم. ما نقدرش نقول ايه تعريف الرجولة. ونسبي طبعا، يعني كل ونسبي. شخص انت ممكن تشوفي ان بناء ده على مسموح. خبرتك وتجربتك بتشكل بالظبط. عندك صورة معينة. بالظبط. فانت ممكن تشوفي ان ده مسموح وده مش مسموح. يعني احنا مثلا كنت قبل كده بقرا كتاب بيتكلم عن الفرق ما بين الأسرة في وجه بحري ووجه والفلاحين مثلا. امم. ان الست دايما في الفلاحين، الراجل بيشتغل في الزراعة معظم الوقت طول النهار تقريبا، والست بتبقى في البيت، والست في البيت بتشتغل شغل مرهق. ده حقيقي. هي بتربي بط ده حقيقي. ووز ومش عارفه ايه، وعشان اه، تطبخ بتذبح بالظبط. نفسها وبتنظف وبتعمل العيش من الزيرو سكراتش ده حقيقي. وبتكنس البيت. العيشه قاسيه جدا. هي موجوده في البيت، الراجل بره البيت طول الوقت. بس بيرجع بالليل، بياكل من اللي هي عاملاه وبيقعدوا مع بعض وبتاع. فبيبقى دايما الكلمة للراجل، اه. الكلمة للراجل، وهو اللي بيدير البيت وبيبقى هو قائد البيت. بينما في الوجوه البحرية، الرجالة اللي بتشتغل في الصيد مثلا والكلام ده، ده بيدخل البحر بالأسابيع. بيغيب طبعا. بيغيب، بالظبط. بيرجع يحط بالظبط. سمك، يريح يومين ويدخل البحر تاني. ده حقيقي. فالست هي اللي بتاخد السمك وبتبيعه وبتجيب الفلوس، هو مش عارف هي ده جاب كام ولا ايه ولا بتاع. ف... في الوجوه البحرية، الست هي اللي بتبقى قائد البيت. اه. 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 فطبعا وهو ده حقيقي. انت عارفه ان انا بابا كان قبطان بحري، اه وكان بيغيب بالمدة دي فعلا 6 شهور، بالظبط. ست شهور ما الست تعرفيش. هي الست هي اه. اللي هي اللي بتربي بتعمل، او كمان والدك بيجيب فلوس للبيت. لا، الست اللي هي بنتكلم على الطبقة الاقل من المتوسطة او زمان شوية اه. كانت، لا هي اللي بتجيب السمك وهي اللي بتجيب الفلوس. وهي اللي بحكم ان هي اللي قاعدة في البيت، الموضوع مش اكتر من كده. هي اللي بتقول مين يستاهل الفلوس دي تروح فين وتيجي اه. فين. هي القائد المادي في البيت، وزير ايوه. الاقتصاد في البيت. امم. فعشان كده مفهوم الرجولة بيتغير، وبيتغير امم. من زمن للتاني ومن مكان ده للتاني. حقيقي. فعشان كده لما بشوف البنات على الفيسبوك مثلا تقول لك ده الناس في الأردن وفي سوريا وفي السعودية البنت ما بتدفعش حاجة، بيجي ياخدها بشنطة هدومها. طب يا ستي، دي بيئة تانية خالص. وما عندهمش الافوره اللي عندنا على فكره في ده الافراح حقيقي. والتجهيزات. لا يعني انت لما تبصي الموضوع بيبقى بسيط جدا. ده احنا عندنا هنا بندخل مكنه الجيلاتي مكنه ومكنة الايس كريم القهوة، في الجهاز ومكنة بتاع القهوة والاير بالظبط، فراير والجيلي. اه، هبل طقم. هبل بقى. يا بنتي، انا اساسا في مصر قبل ما امشي كان يقول لك مثلا الميك اب ارتست بتاخد من 3000 ل 5، وممكن تاخد 10 لو هي بقى حاجه نظيفه. وانت بتتكلم في 10 ايه؟ انتوا بتقبضوا كام يا جماعه؟ ده حقيقي.
ده حقيقي. انتوا بتقبضوا كام؟ او اصلا الراجل ما بيتجوزش لوحده، لا، هو انت تعملي اهله انت تعملي بيتجوزوه. جمعية عشان تعملي حاجة زي دي. ما هو الراجل اهله هو ما فيش راجل بيعرف يتجوز لوحده في مصر. ما بالظبط بالظبط، ولذلك ما هو جزء من تحمل المسؤولية لبناء البيت ده مش موجودة أصلا، ما أنا ما تعبتش في بنائه. لا برضه يعني دي قسوة منك يا استاذة منال والله يعني. لا لا لا، راجل. اسمعي مني، الحاجات اللي بتيجي على الجاهز، ما يعني فاحنا سهل عندنا. التخلي. لا انا ضد بقى، انا ضد النظريه دي، اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل يعني. برضو مش بحس ان هي نظريه قاسيه يعني. بس مش موضوع، مش عايزين نضيع الوقت زي كل مره بقى ونقعد بقى نقول لك الوقت خلص وبتاع. فاحنا في مصر البنت عايزه تتجوز وتشتغل وتبقى فلوسها معاها، هي مش مدركه ان الفلوس وهي معاها اصلا قيمتها بتقل. واحنا بيبقى معانا النهارده فلوس تجيب فيلا في مصر، تصحي تاني يوم تلاقيها حلوه قوي، تشتري عربيه حلوه قوي يعني. وغالبا تبقى عربيه صيني ام جي اساسا. لا بالظبط. فاساسا مفهوم ان انت تكنزي فلوسك دوت ليكي وبتاع. وبعدين يقول لك بما انفقوا، ايوه طبعا القران بيقول ان الرجاله قوامون عند الستات بما انفقوا، بس يا جماعه ما كانش فيه فاتوره نت وفاتوره وموبايل وفاتوره تليفون وكهرباء وميه فاحنا بنتكلم في خيال علمي يعني. الراجل في مصر صح، هو بيدور على صيدلانية عشان الصيدلانية بتكسب فلوس كويسة. وحتى لو قررت تبقى ست بيت يفتح صيدلية باسمها. الراجل بيدور اه على واحد بيساعده ماديا في البيت. اه شئتي اه. ام ابيتي. عشان كده بقت الناس الدكتورة والصيدلانية دي بتتخطف. أمم. بتتخطف كنت لان. كنت عايزة أسألك سؤال بقى. أها. يعني آه، دي أعتقد اللي النقط اللي انتي قلتيها دي إن هي ايه، observation أو نظرة تحليلية للي بيحصل حوالينا حواليكي. اه. اه بس بقى مفهوم الرجولة عند عنان بقى. والله الرجولة. بالنسبة لي طبعا الراجل الشرق الأوسطي ده راجل. هو فيه العبر. مش هقولك ان هو راجل ما حصلش. وراجل لا، هو في العبر، بس في عبرة، وهي عبرة، هي مش حاجة واو. دي بالنسبة لي مهمة جدا، اللي هي الصلابة. اوكي. اللي هو الولد وهو صغير لما بيعيط ابوه وامه بيقولوا له ما تعيطش انت راجل. امم امم ما تنهارش انت راجل. امم انا كبنت بقى ومتربية في مصر وعندي بقى اللكجري او الرفاهية ان انا انهار. انا محتاجة واحد جنبي صلب. اه. فالرجولة بالنسبة لي هي الصلابة. وان هو يبقى متماسك بحيث ان الدنيا ما تضيعش، لان الحياة صعبة والحياة قاسية جدا. امم فالحياة عشان قاسية محتاجة ناس قاسية تعيش فيها، اه. مش محتاجة ناس لينة. الإنسان اللين بيتعب في الدنيا. فالحاجة اللي الناس بتذمها دلوقتي اللي بيطلعوا يقولوا لا احنا لازم ننورماليز ان الرجالة تعيط، لازم ننورماليز ان الرجالة تنهار. طب يا جماعة، ما هو لو الست انهارت والراجل انهار البيت هيمشي ازاي؟ لا لا، هنا بقى معلش هنقف كده مهم. ونفرق. مهم. انت ما بتتكلميش في المطلق، انا انت بتكلم. بتتكلمي ان لما يبقى في عندنا مشكلة او حاجة، حد يقف عشان التاني ينهار. انا هقول لك يعني انا مثلا. انما ان الراجل مش من حقه ينهار، لا ما ينفعش طبعا. لا بس انا يعني انا لما اجيب ولد ان شاء الله هربيه ان هو لا أنا الحاجات اللي الناس بتقول عليها في الفيسبوك دلوقتي وفي لا احنا لازم ننورماليز ان الراجل يعيط. لا انا مش هنورماليز ان ابني يعيط. لا، في فرق كبير من انه يعيط عمال على بطال او يبقى ايموشنال او مش عارفة ايه، وفي فرق كبير ان لما يبقى في فاجعة من حقه انه يعيط. اما يبقى في فجاعة لا، يتصرف الاول وينجو بنفسه وينجو باهل بيته، وبعد كده يبقى يعيط بالليل. ماشي، بس ستيل عنده المساحة، ما هو ده في انت فرق كبير، ما انا انت بقولك. هتعلمي الطفل حاجه زي كده ازاي؟ يعني انا هقول لك على حاجه. لا، ما هو دلوقتي انت اولا، انت لو قلتي لابنك الكلمتين دول، ما تطلعيش طفل تروماتايزد. انت تفهميه ان الرجولة دي ليها معاني معينة، ليها مسؤوليات بتشيلها معاك، ليها حاجات كتيرة، واحد اتنين تلاتة اربعة.
بس ده مش معناه ان انت زي ما بيقولوها كده ايه، هتتجرد من انسانيتك. انت في الاول في لا هو الاخر مش انسان. هيتجرد من انسانيته طبعا. بالظبط. هو انت صعب ان الانسان انسان يتجرد من. وبتحس وبتشعر. بس انت زي ما كنت بحكي لك مثلا لما ابويا توفى. آه، ايوه، وضحي على المثال عشان ايه. في المثال العموم دي صعبة قوي. المثال ان انا مثلا ايه ابويا توفى واحنا مثلا 3 بنات وولدين. مين اللي بيتصرف؟ الولاد دايما آه بتتصرف، وهي اللي بتروح وتاخد الجثة من المستشفى، وهي اللي بتروح التغسيل، وهي اللي بتتفق مع الناس الدفنة يعني مع ان الابتلاء واحد. اه اللي هو اه فقده انا فقدته. اه هل انا ما اقدرش اعمل ده؟ لا، تقدري تعمليه طبعا. انا اقدر اعمل ده، بس الراجل في الشرق الاوسط متربي ان هو يبقى صلب شوية، ان هو لازم يقف. اخواتك البنات منهارين فانت هتقف زي الراجل. ما هو بيعمل كل حاجة، هو بيعمل كل حاجة، بيعمل اجراءات شديدة القسوة بيعملها الصبح، وبيقعد بالليل في بالظبط العزاء يعيط وياخد عزاء ابوه. بالظبط. ماشي، متفقين على ده. وده مش معناه لو ما فيش راجل الست هتتصرف، صح ولا لا؟ الست هتتصرف، بس في الاخر هي دي الفروق اللي بشوفها ما بين الراجل والست يعني. جميل. انا هتصرف، بس انا اتمنى ان يبقى جنبي راجل وهو اللي يتصرف. جميل. يبقى انت لو احنا عايزين نبسط مفهومك لمعنى الرجولة، هو السند، هو صح. اعتقد هي السند، هي انت ابسط عارفه كلمة لو توضح انت اللي انت عايزة تقوليه يعني. لو انت وراجل غريب يا ستي، ولا هو جوزك ولا هو اخوك. لو انت وراجل غريب وقاعدين في مكان، في مكتب ولا في بيت ولا في فيلا، ودخل حرامي. هتحتمي فيه. بالظبط كده. هتحتمي فيه. لو انا لوحدي آه والله هتصرف، انا لو لوحدي هتصرف وهشوف بالظبط ههرب ازاي، هعمل ازاي. لكن مجرد ان في راجل جنبي انا هحتمي فيه. بالظبط. طيب، يبقى كلمة السند دي على فكرة أنا بشوفها كلمة كبيرة قوي مم. وحلوة في نفس الوقت. مم. يعني بتديك المساحة للإنسانيات اللي احنا بنتكلم فيها، إن الست ممكن في بعض اللحظات تنهار ومحتاجة اللي يسندها. صح. وده مش عيب، مش عيب للست ولا أي حاجة، بس بطبيعتها زي ما بيقولوا إيه، إنها ممكن تبقى عاطفية أكتر. آه بيديها المساحة دي. وفي نفس الوقت الشخص اللي بيقف معاكي ده برضو، ما هو بيديك المساحة تعرفي برضو معزتك عنده يعني. ما هو آه، احنا برضو. انا هقول لك على حاجه، هقول لك على ايه اللبس اللي انا اتبسطت بموضوع الحلقه من فيه. ان الراجل ده بالنسبه لي السند، بس هو مش الجن اللي طالع لي من المصباح. ده طبعا مش هيحللك كل مشاكل، لا. وده اللي البنات في مصر او اه. زمايلي وصحابي فاكرين ان انا هتجوز فهسافر، امم هلف الدنيا، امم هلبس واتشيك واعمل واعمل واعمل. فهي مش بتتجوز راجل بقى سند لا، هي بتتجوز واحد يحقق لها احلامها اللي هي مش بالظبط عايزه مش عايزه تتحرك وتحققها. بالظبط هي كده. عايزه ابوها يحققها لها، لان احنا بنتربى كده وده غلط. ابوها يحققها لها، ويعني انت نص البنات في مصر مش هيخرجوا وهيسافروا الا لما تتجوزي. ليه؟ بس عشان احنا يعني احنا احنا بنتربى واخدين. غلط. ايوه بالظبط. ولذلك برضو كان هو نفس البودكاست ده، كان الدكتور كان بيتكلم على النقطة دي. كان بيقول لك ايه، ان احنا حطينا مش ليبلز يعني، بس حطينا كده مفاهيم ومعايير معينة للراجل وللست. يعني زي الست مثلا ايه، اول لما تتجوزي هتتفسحي وتعملي اللي انت عايزاه. بالظبط. اصبح مفهوم الزواج هو كده. طب فين المسؤولية يا جماعة؟ بالظبط، هي مستنيه الحاجات اللي ما كانتش قادره تعملها في بيت ابوها وامها تعملها بقى في بالظبط بيت جوزها. هي مستنيه بالظبط. جوزها يصفرها ويفسحها ويديها فلوس بالهبل بقى، ويسيب لها فلوسها. اه فلا، هي مش بتدور على سند، هي بتدور على شوجر دادي اللي هو ده مش بالظبط زوج، ده اسمه شوجر بالظبط دادي. بالظبط. فده كله بناء على مفاهيم احنا بنتربى عليها. ده حقيقي. ف وبنتوارثها كمان. يعني انت ساعات بتاخدي الاشياء دي حتى ما يعني ما بتسأليش. you don't question them يعني. اه لا، وساعتها بقى بتقارني بقى، لا اشمعنى دول بيسافروا بالظبط. وبيصيفوا واحنا لا. اشمعنى دول بيعملوا عشان والله دي قدرات جوزك. اه
لو انت اه. عايزه تساعديه وتنزلي وتشتغلي، لكن انت ما تبقيش بتشتغلي ولا ده مرتبي ليا. يعني انا اعرف يا استاذه منال الجوازات باظت عشان مثلا العريس وهو قاعد معايا بيقول لها إيه انت بتقبضي كويس، طب هتساهمي في البيت؟ فهي تقول لي ده داخل على طمع، ده مش عارف إيه. يا جماعه انت ساذجه. بالظبط. الجواز ما ده بيتكم انتوا الاتنين مش بيتكم. يعني عشان كده انا كنت بقول لك قبل كده ان انا اكتر حضاره انا شايفاها ليها فضل على البشريه لحد دلوقتي هي الحضاره الاغريقيه. الحضاره الاغريقيه لما هم طبعا هم مم. ايه، عملوا مفاهيم بقى الديمقراطيه والبرلمان عملوا اه. مفاهيم كده اه. جديد. اه. كان منهم بقى الاستراكشر بتاع الاسره، فهم جم ايوه. كده وقال، جم كده في فتره وقال لا، مفيش مجتمع بيمشي برجل واحده. امم. الراجل والست لازم يمشوا بالبيت. اه. لكن الراجل مش هيمشي والست قاعده فوق وتقول له بقى ايه، لا احنا عايزين نسافر بقى، عايزين نصيف بقى، لا احنا مش فاحنا في مصر طبعا المفاهيم ايه، اه. مشوهه. وهم دلوقتي بقى بيقول لك زي ما انت بتقولي الصلابه. فانا بالنسبه لي الرجوله يعني صلابه للاسف الشديد يعني. وده اللي انا عايزه اربي اولادي عليه، لان انا مثلا مم. شفت انا مش عايزه اشوف ابني عنده 19 سنه ولا 20 سنه ولا 22 سنه جاي بيعيط عشان صاحبته سابته او خطيبته سابته وهو مش هيتجوزها ويا نهار. ايه العبط ده؟ انا اقبل ان بنتي قاسية تعمل كده. جدا. قاسية اقبل جدا ان انت. بنتي تعمل كده وهديها على قفاها على فكره. يعني هي تقبل لو جات وقعدت تعيط تقول لي هو سابني ومش عارفه ايه، ماشي ماشي معلش، اغسلي وشك كده، ما مش اخر الدنيا ومش اخر راجل قومي. لكن لو ابني عمل كده انا هديله على قفاه بامانه. لا، لان انا قاسية. شفت لان انا شفت في مصر الرجاله اللي بتتعرض لحاجه زي كده. ايوه طبعا في رجاله بتنهار تماما، بس عشان هو ناشئ على الصلابه والقسوه بيلم الدنيا اه. اه. وبيتجوز بسرعة وبيتجوز غيرها. قد تكون العلاقة مشوهة، قد تكون زي ما تكون. لكن لو هنا لا، هو الموضوع بقى بيبقى ايه، يسكر ويشم كله ومخدرات وانهيار ومش عارف يتجاوز. ودي حاجة تافهة في الآخر. ما هي دي في الآخر ده مش ابتلاء بجد. انت ممكن تقابلك حاجات اوسخ من كده بكتير واصعب من كده بكتير، فانت بتقف على حاجة في منتهى التفاهة ومش عارف تكمل. ماشي، بس انت ما ينفعش تقللي من مشاعر إنسانية. ما ينفعش، ما ينفعش. لا وما ينفعش يمكن. تجرديها. لا، التجارب الإنسانية دي مختلفة، وكل شخص يعني بيشوف مصيبته دي إنها أفزع مصيبة. وعلى حتة الصلابة دي أنا يعني للأسف الصلابة بقى ليها وجهين. ها. في الصلابة ان هو زي ما تقولي كده ايه، هيقف على حيله عشان يلم الدنيا وبتاع. ولكن معاها ممكن تفقد الحنية. والحنية دي هنا ان احنا بنتكلم ان الشخص ده ممكن يكون بيعمل كل حاجة عليه من الواجبات الأساسية، المسؤوليات. اه. بيصرف على البيت وما يخليش بيته ناقصه حاجة والكلام ده كله. ولكن قد يكون قاسي ان هو بيمد ايده عليها مثلا. دي- آه، آه، لا انا مش مع الصلابة دي، انا مش ايوه. الصلابة اللي انا ببحث آه عنها. لا، ممكن يمد ايده عليها مثلا. ممكن يبقى عنده من الغباء ان هو في كل مناسبة قادر ان هو يحطم منها ويقلل منها ومن شأنها، عشان بعض الانسكيورتيز مثلا اللي عنده كلها نابعة في ايه. اصلا انا مش انا مش الشخص اللي بيطبطب وبيدادي وبتاع. انا ما بعرفش اعمل كده، انا ما اتربيتش على كده. اه. آه، فبيكون ليها وجه آخر. إن أنت تبقي عايشة في بيت أو مكملة فيه. آه، عشان زي ما كنا قلنا فكرة اللي هو إيه، ظل راجل ولا ظل حيطة. اه انا كنت بقول لك صحيح ان احنا دايما بنتكلم على مستوى الطبقة المتوسطة او الايه فوق المتوسطة اللي هي اللي احنا مم. بنكملها. لما بتنزلي بقى تحت شوية انت بتلاقي ناس ستات هي اللي فاتحة البيوت مش الرجالة. أيوة طبعا. والرجالة مدمنين مم. وطول النهار على القهوة، بيشتغل يوم وعشرة لأ، والست هي اللي بتشتغل. فلما بسألها طب انت ايه اللي مصبرك عليه، تقول لي ظل راجل ولا ظل حيطة.
مم. فهي طب، يعني انا والله كتير قوي كنت بقعد اقول ايه ده مجرد بطن زيادة في بيتك انت بتأكليها، انت مستفيدة ايه؟ فهي وقد يكون كمان مصدر لمشاكل، يعني هو مش يا مصدر ريته بس كده. لمشاكل. اه اه، الواحد طبعا شاف لان نماذج، الفراغ بيقتل بقى. شاف نماذج ان ستات بتشتغل في بيوت وستات بتشتغل شغلانات قاسية جدا. يعني انت عندك في مصر ستات بدأت تشتغل عاملات في مصانع والكلام ده. طب جوزك بيشتغل ايه؟ مش بيشتغل، ده كتير. على باب الله. بقى عندنا الحالة دي كتير جدا. طب انت صابره عليه ليه؟ ما انت ممكن تطلقي، ممكن تخلعيه، ممكن. فهي تقول لي لا بيبقى بمنتهى البساطة حب فقط لا غير. لا ولا حب ولا نية. إن الطبقه دي الحب ده للاسف يا استاذه منال رفاهيه، مش موجوده للناس كلها، مش متاحه. لا، بس ساعات برضو في الطبقة دي بيبقى حب. بس انها ما لو فيش حد تخلت عنه. هيحب، ما فيش حد هيحب واحد حشاش او ما بيفوقش وبيضربها ما هو وبيأذيها. ما هو لا ما هو هي الحشاش بيبقى ده ما كانش ليها حشاش ليها يعني كده. حسابات تانية، هي ليها حسابات تانية، وانا اقول لها ظل راجل ولا هتطلع يعني ايه ظل راجل؟ تقول لي يعني انا يوم لما حد يخش علينا البيت هو هيقف له. مجرد ان الناس عارفه ان انا متجوزه محدش بيطمع فيا وبيضايقني وبيتحرش بيا. لو حد اتحرش بيا بره هروح اقول له هيطلع ياكله. ولا هيطلع ياكل ولا حاجة. لا هو بيطلع ياكله، هو في الاخر هي دي الحاجه اللي مش باقيه له في مش حياته على بالضرورة. فكره. ما هو انت اللي شمام ولا حشاش ولا ده مش بالضرورة ان هو يبقى اصلا مدرك لأي شيء يعني. هي بتبقى شايفه ده، يعني خدي بالك، هي ممكن بتبقى جربته مره واتنين فخلاص ده شغال قشطه، سيبه في البيت قشطه. هعمل بيه. فهي الرجوله بتتغير يعني مفهومها بيتغير من فرد لفرد، ومن طبقه لطبقه، ومن زمن بالظبط. لزمن. وزمن لزمن دي وفي ناس بتبقى دي شايفه مهمة الرجوله، جدا. الراجل اللي انا بزعق ليل نهار في البيت واقعد بقى على مراتي وبناتي، ما انت لابسه إيه يا بت وانت مش عارفه ايه. ايوه، الرجل هي دي زي اللي الديوس. بيقولوا عليها ايه، الرجولة السامة. الرجوله هي دي عباطه مش رجوله. انا مش اللي هو بالظبط بقى ايه، يعني هي فرض مفاهيم. بقى، فرض اه سيطرة. السلفيين دخلوا عندنا في مصر ايه لفظ كلمه الديوس دي الديوس دي ما كانتش موجوده من 20 سنه مثلا يعني. اهالينا ما وقوش عليها، احنا صحينا لقينا في كلمه ديوس موجوده بترعى في المجتمع، محدش عارف معناها، اما كله محدش عارف فيلم معناها. وش في وش لما البنت ايوه. انت راجل ده شايف مراتك وبنتك من غير اه يا الموضوع نهار ابيض. وصل ان ايه ده مراتك ماشيه من غير طرحه، ده انت راجل ديوس بقى. اه، اذا انت بنتك بتشتغل وبترجع بالليل الساعه 10 ده انت راجل ديوس بقى. هو ما حدش فاهم الكلمه بالظبط. دي جايه منين ولا معناها ايه. بس فالراجل عشان ايه هو مش عارف، هو نفسه مش عارف يعني ايه ديوس. بس مش عايز مم. يبقى ديوس. بالظبط فيبدأ بالظبط. يزعق، فتعالي هنا البسي ده البنطلون ده ده دي حركات، دي انا بسميها في الاخر ايه، حركات. اه اه لكن لا، ويبقى مثلا يبقى احد الحاجات الاساسيه اللي خلاه يعجب بيها، لبسها هي كده زي ما وستايلها هي كده زي ما هي. وشغلها. وفي نفس الوقت انت اللي مش عارفه، انت اللي عايزه كذا، محدش طلب منك كذا، وانت اللي عايزه كذا، انت اللي عايزه كذا. هو بالظبط. انت واخدني كنت بعمل حاجه تانية غير كده واتفاجئت، يعني صحيت الصبح اتخضيت، ايه ده انت بتشتغلي؟ مبدئيا كده انا عايزين ان شاء الله لما تتجوزي تتحجبي. الله، طب ما تروح لواحده محجبه. بالظبط بالظبط. انت شدتك فيا ايه؟ انت مش اه عجبك كذا وعجبك كذا او وعجبك كذا العكس وعجبك بقى، او العكس شخصيتي. مبدئيا كده ما اه، بحبش الحجاب، اقلعي الحجاب. لا الله، الحجاب. فهي تطلع له بقى بايه، بكارت انت راجل ديوس. اللي هو انا كراجل، طبعا اي واحد فينا كست او راجل ليه صورة نموذجية للأسرة في دماغه، طبعا. وعايز التاني يمشي عليها. اه، فلا انا مش همشيها لك ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ونتفاهم، وانا شايف ان احنا نعمل كذا، انا شايف ان احنا نعمل كذا. لا هو كراجل بقى عنده في مفهوم الرجولة في الشرع ان هو لازم يؤمر وهي تطيع. اه، فخلاص مفهوم الأسرة اللي في دماغه هيمشي غصب عنها. ايوه. فدي ده طبعا مأساة، وما ما بيبقاش في أسرة خالص، وبيبقى فيه تهريج. وفي الآخر الستات بتعمل اللي هي عايزاه من ورا جوازاتها لما تبقى الطلبات غير منطقية.
يعني انت عارفه وشفتي قبل كده رجاله بتبقى طلبوا ان انت ما تروحيش لابوكي تاني، امك وابوكي بيتدخلوا في حياتنا ده بيبقوا. ده تهريج، ده تهريج. هي في الاخر ده بتروح على فكره، بس ما بتقولكش، فانت اتقرطصت، بالظبط. بقيت راجل قرطاس مبسوط كده بنفسك. بالظبط. اوامر بدون معنى، قهر، ده بقى ده انا بسميه قهر بقى، دي مش رجوله، ده قهر، ان انت عشان عليك ولايه عليها المجتمع اللي اداها. عشان كده انا بقولك يعني حنية دي مهمة قوي. ان انت ماشي، هيبقى ليك سلطة في البيت وهيبقى ليك معرفش ايه، بس في نفس الوقت يعني احنا في حوار شغال. لو حسيت ان الحاجة دي ضايقتك او زعلتك، انا عندك مساحة، اللي هو انا ممكن اعتذر، انا ممكن اراجع نفسي، ممكن اقول ان انا غلطان. كل ده ما يقللش من رجولته، بالعكس ده بيطيب حقيقي. خاطرها. يعني وطيب الخاطر ده مطلوب، مطلوب في العلاقات الإنسانية بصفة عامة، خصوصا لما بيبقى في شخص زي ما بيقولوا كده ايه، السكينة سرقاه وماشي وشايف انا صح، انا المفروض تسمعي كلام، انا مش عارفة ايه. طب لو في حاجات مش منطقية، ده حقيقي. يعني نعمل فيها ايه؟ يبقى اه. ساعتها في مساحة للحوار، هو ده وفي كده. مساحة للهات وخد، وساعتها وهو نقرر الأصلح لينا احنا الاتنين، ما فيش مشكلة. بالظبط، ايه الاصلح لينا احنا الاتنين دي جمله انا احب ان احنا نقفل بيها، لان فاضل لنا 3 دقايق. الاصلح لينا احنا الاتنين، والله راجل وست اتنين قعدوا مع بعض واتفقوا ان هي مش عايزه تشتغل، تمام. وهو بيشتغل وبياخد 2 سحتوت، امم. والله هم مبسوطين. فالناس تيجي بره تقول لها لا، اصل هو ما بيشتغلش كفايه، اصل هو مش مكفيكي، طب ما تنزلي تشتغلي يا بنتي، طب انتوا مالكم يا جماعه، هم راضيين. بالظبط. هي اشتكت لك؟ بالظبط. هو اشتكى لك؟ بالظبط. او انتوا ما خلفتوش ليه؟ او هو انتوا ليه كل واحد عايش ده عايش هناك وانت عايشه هنا انت وبتتقابلوا مش بتشتغلي، عارفه انت اه. بتشتغلي وحطيتي مصروفك في البيت، جاتك خيبه، ما انت اه. خايبه. هو اصلا المفروض ما تحطيش ضحك مصروفك عليك. في البيت، ضحك عليكي. مع اه. ان اصلا الناس مش قادره تفهم في مصر ان الفلوس ملهاش قيمه. اه. قيمتك في الشغل مش بتبقى في سوق العمل، مش بالفلوس، قيمتك ده مستحيل، ده الفلوس ده تبقى حاجه بخبرتك. هم. الفلوس زي ما بقول لك، انت بتصحي الصبح تلاقي الفلوس اللي بتشتري فيلا تشتري عربيه في الاخر. قيمتها نزلت للربع. فلا، انا طول ما انا عارفه اشتغل وبعرف اجيب فلوس فدي قيمه في حد ذاتها. بالعكس، انا لو خدت فلوس وحطيتها في البنك انا خسرانه، ده بالظبط. لكن لو خدتها حطيتها في دروس لعيالي فانا استثمرت في عيالي. اه. لو خدتها اه. حطيتها في اقساط البيت انا استثمرت في بيتي. مم. لو حطيتها في اقساط العربيه انا استثمرت في العربيه بتاعتي. لكن انا احط فلوسي على جنب ده شيء ملوش معنى تماما يعني. ده حقيقي. ف... فاحنا يعني سيبوا الناس في حالها، والنبي على الفيسبوك بقى، الرجل الناطع هو الرجل اللي بيعمل كذا، انت مال اهلك. اه. بالظبط، انت خلاص انت حطيت سلوجان كده زي ديفينيشن، ما بيقولوا. انا حطيت تعريف للراجل الدقيق. احنا عندنا ايه بيعرفوا على الفيسبوك على طول، تلاقي الراجل الناطع، الرجل الديوس، الرجل اللي ما حصلش الجميل. يا جماعه انتوا مال اهاليكم؟ اه. كل راجل بالظبط. ما دام مراته بالظبط. مبسوطه معاه خلصت. ايوه بالظبط كده. بالظبط يعني. واحنا كده نقدر نختم ممكن نختم ال- معانا دقيقه يا الحلقة استاذه منال؟ معانا دقيقه نختم الحمد الحلقة. لله. نختم الحلقة. ان احنا يعني انا عندي بصراحة فضول ها، اعرف ممكن يبقى في ناس عندها تعريف للرجولة عامل ازاي بصراحة. يعني اتمنى. لو حد يقدر يكتب لنا، ممكن يكون مصطلح جديد. انا احب بصراحة اشوف رؤية مختلفة. وانا كمان. ونقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه، باي باي. باي باي.